السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله يا رب تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه اللي هي صابلي المزيود. هذا الصابلي راح يجيب واحد الطعم مغاير ويجي هشيش ويجي بنين بالبزاف والشكل ديالو بزاف شباب. نخليكم الان مع المقادير وطريقه التحضير ومشاهده ممتعه للجميع. في ان بول رايحه ندير 250 غرام تاع المارغرين. تكون انا هنايا عندي علبه تاع 500 غرام، رايحه ندي منها 250 غرام. وبالنسبه لهاد المقادير اللي راح نمدهم لكم، خرجوا لي 42 حبه. درت هنا نص كاس تاع السكر ناعم، رشه تاع الملح. انا هنا السكر ما غربلتوش في خاطر راح نخدم بالخلاط الكهربائي، ومغرف صغيره تاع عطر الكراميل و2 صفار بيض. انا هنا تحدف لي المقطع لما ضيفت صفار البيض، راح نديرو غير الصفار. درت هنا 3 مغارف كبار تاع حليب مجفف محمص. هذا الحليب هو اللي راح يعطي للصابلي تاعكم طعم بزاف هايل وطعم مغاير على الصابلي اللي موالفين نخدموه. درت ايضا 5 مغارف كبار تاع الزيت. نجيب هنا الخلاط الكهربائي وراح نخلط هكذا باش يعني نكمل بالخف. وهنا بالنسبه للخلاط ماشي ضروري في الوصفه، تقدروا تخدموا غير بالفوي، المهم انكم تخلطوا المكونات نتاعكم جيدا. بعد ما خلط حتى تحصلت على كريمه بهذا القوام، نتوقف الان ونضيف 2 مغارف كبار تاع المايزينا اللي هي النشاء. هنا المايزينا يعني ما تملاوش المغرف تاعكم بومبي. من بعد درت الفارينه، درت الكاس الاول والثاني، بعد درت مغرف صغيره تاع خميره الحلوى اللي لازم نغربلوها، اي ما يعادل 5 غرام، يعني نص باكي تاع الحلو. باكي فيه 10 غرام نديو 5 غرام. نبدا نلم حتى نتحصل على عجينه تكون طريه كامل. تعرفوا القوام تاع عجينه الصابلي كيفاش يكون. هنا بانت لي بلي مازالت الفارينه، درت الكاس الثالث كما جاتني سوا نتوما ضيفوا الكاس الثالث تدريجيا هكذا باش ما تنشفوش العجينه تاعكم وتجيكم يابسه والصابلي تاعكم ما يجيش هشيش. بالنسبه للحليب المجفف البنات او لحظه حمصتو في الفرن تحميصه خفيفه، يعني عندكم يتحرق لكم. بعد ما تحصلت على عجينه بقوام طري، قسمتها الى نصفين غطيت نصف غطيته ونص بديت نخدم به. ديت على طاوله العمل كيس وجبت كميه من العجينه وحليتها بالحلال على سمك يكون شويه رقيق. نجيب هذا الطابع اللي راح نشكل به حبات الحلوى تاعي. وهنا بالنسبه للشكل تقدروا يعني تطبعوا باي شكل تبغيوه. انا استعملت هذا الشكل. بعد ما طبعت الحلوى نحيت الزوائد ونبدا نرفد في الحلوى نتاعي ونديرها في المول اللي راح ندخلو للفرن. الفرن راني درتو يسخن على 160 درجه. غير ما نكمل ندخل الحلوى نطيبها، بعد ما نشوفها طابت من تحت نشعل عليها من فوق تاخذ تحميره خفيفه ونخرجها. الحلوى تاعي راهي طيب، راح نحضر الكريمه. بالنسبه للكريمه عندي 250 غرام تاع المارغرين، 2 مغارف كبار تاع السكر، مغرف كبيره تاع بودره الشونتي تكون بارده، و2 مغارف كبار تاع الزيت. هنا لما نضيفوا بودره الشونتي راح الكريمه تاعكم تجي بزاف بنينه وتجيكم خفيفه، ما تجيش في هذاك الجو تاع المارغرين. هنا البنات يعني بالنسبه للمارغرين من الاحسن ديروا يعني ديروا غير 200 غرام في خاطر انا بقات لي منها كميه قليله. من بعد ما خلطت مليح درت مغرف كبيره تاع طوفيه كراميل، بما اني درت في العجينه عطر الكراميل. حبيت ايضا انه الكريمه ندير فيها طوفيه كراميل بما انه كانت متوفره مي ماشي ضروريه. ولما تضيفوا هذه الطوفيه كراميل البنات راح تجيكم يعني الكريمه تاعكم راح تجيكم بنينه بالبزاف. زدت ضربتها شويه من بعد توقفت، وهذه هي الكريمه تاعي. راح نديرها في كيس. نعاود نقول لكم الحلوى تاعي بعد ما طيبتها وبردت، طيبتها غير في الحموريه،
رايحه نبدا ندير في الكريمه، يعني نلصق كل حبتين بالكريمه. نجيب حبه وندير الكريمه في الوسط. اللي ما عندهاش الكيس تقدر تخدم غير بالمغرف، مي الكيس راح يسهل عليك العمليه. فوالا، انا هنايا ما حبيتش نكثر الكريمه بزاف. انتم لكم الاختيار. وهنا غير ما توضعوا الحبه ضغطوا ضغطه خفيفه. انا ما وصلتش للجوانب، سي بوغ سا الكريمه ما خرجتليش، يعني تجي غير في الوسط. فوالا، راح نكمل نلصق كامل الحبات اللي عندي، نعاود نرجع لكم باش نكملوا الوصفه. عندي هنايا 250 غرام تاع المارغا تاع شوكولا بيضاء، ذوبتها على حمام مائي. الشوكولا تاعكم قطعوها قطع صغيره، غير ما تشوفوها بدات تذوب طفيو وخليها تكمل تذوب على البخار. نبدا نكلاسي في الحلوه تاعي. هنا البنات لازم الحلوه تاعكم ديروها في الثلاجه قبل ما تكلاسيوها واحد نصف ساعه على الاقل هكذا باش تشد روحها، يعني الكريمه تشد روحها. وايضا بالنسبه للشوكولا ما تخدموش بها وهي سخونه بزاف، خلوها تبرد شويه من بعد بداو كلاسيو في الحلوه تاعكم هكذا باش الكريمه ما تسيلكمش. لو كان تكون الكريمه يعني كان تكون حلوه ما وضعتوهاش في الثلاجه والشوكولا سخونه، راح الكريمه تاعكم تخرج لكم من الحلوه. بعد ما نشفت الحلوه تاعي وماشي غير هذه الكميات اللي تحصلت عليها، جبت ملمع فضي رايح للابيض، ورايحه نبدا نلمع في الحلوه بهاد البانسو. يعني من الاحسن اللي عندها بانسو يكون صغير ولا بونجا تخدم بها هكذا باش تجيها الخدمه سهله. راح نكمل نلمع الحلوه تاعي. هاد العمليه تقدروا تستغنوا عليها، ملي ما تلمعوها راح يجي الشكل تاعها بزاف شباب. عندي عجينه السكر في اللون الازرق، وعندي هاد الشكل تاع الذوب في اللون الازرق اللي راح تخدم صابلي للبنت دير في اللون في الوردي. وهنا جبت كميه من عجينه السكر بلا ما نعجنها، نخدم بها مباشره، وديرتها على ورق الطهي هكذا باش تجيني خدمه سهله. لو كان نحلوها على طاوله العمل راح تلصق عجينه السكر في طاوله العمل، سي بور سا نخدموها على ورق الطهي هكذا باش تجيكم الخدمه سهله. نحلها على سمك يكون رقيق. جبت هذا الطابع اللي راح نشكل به عجينه السكر. فوالا، نبدا نشكل هذا الشكل. نحي العجينه الزائده. وبالنسبه للسمك لازم يكون رقيق شويه، كي تحلوا العجينه تاعكم حلوها رقيقه شويه وما تعجنوهاش البنات، يعني غير ما تجبدوها من الكيس حلوها مباشره. من بعد رايحه نقسم الحبه بهذا الشكل، يعني تكون زايده شويه على المنتصف. راح نكمل كامل، يعني نكمل بعدد الحبات نتاع الحلوه. بعد ما كملت عندي شويه تاع الناكخي درتو في هذا الصحن، وجبت سكين يكون صغير هذا باش تجيني خدمه سهله. ورايحه نكتب الاسم تاع الصبي. غير بالسكين. فوالا، هنا تقدروا تكتبوا بالفرنسي او بالعربيه. فوالا، شوفوا بزاف جا الشكل تاعو شباب. بعد نجيب حبه تاع الحلوه ونديرها من فوق. ونجيب دبدوب ونوضعه بهذا الشكل. تقدروا توضعوه بهذا الشكل او بهذا الشكل. انا راح نديرو بهذا الشكل.
هنا يعني شوكولا مازالت شويه طريه كما تعرفوا سخانه، غير ما وضعتها لصقت. راح نكمل الوصفه نوريها لكم في الشكل النهائي. وكانت هذه الوصفه تاعنا لنهار اليوم، صابلي المزيود بعجينه خفيفه هشيشه ريشه طعم ولا اروع، من اروع الحلويات اللي حضرتها. جا الشكل تاعو بزاف شباب. نتمنى تجربوا الوصفه وتنال اعجابكم. اذا عجبتكم ما تنساونيش بجام، واللي مازال ما اشتركش في القناه نقول له ما عليك غير الاشتراك وتفعيل الجرس هكذا باش توصل بكامل الفيديوهات اللي ننزلها على القناه. انا جبت هنايا حبه راح نقسمها معكم. شوفوا يعني غير ما قسمتها العجينه يعني تكسرت بالخف. شوفوا يعني جات هشيشه بالبزاف. كانت هذه الوصفه نتاعنا لنهار اليوم اللي نتمنى تكون نالت اعجابكم. انا الان ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.